السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات قناة أكلات مطبخ مزيكا. النهاردة هنعمل مع بعض أول نوع من أنواع المخللات. طبعا لسه رمضان بدري، بس طبعا بتحضر نفسك، بتبدأ تعمل مخللات، تبدأ تظبط عشان لما تستوي تاكلها بإذن الله في الشهر الكريم بالهنا والشفا. بس قبل ما نبدأ في أي حاجة عايزين نصلي على الحبيب عشان قلبك يطيب، وما تنسوش الاشتراك والإعجاب وتفعيل زر الجرس عشان نكتر أسرتنا في قناة أكلات مطبخ مزيكا. يلا بينا على المكونات. أول حاجة معانا زي ما انتم شايفين اللفت. طبعا جبت 3 كيلو لفت ومقطعه بالطريقه اللي انتم شايفينها، بعد طبعا ما غسلته كويس وبعد كده قطعته، وبعد كده نقعته في معلقه ملح كبيره من الملح الخشن لمده نص ساعه. بعد كده شطفته وبعد كده ده الشكل بتاعه. ومعايا كمان بنجر متقطع زي ما انتم شايفين كده برضو طويل، ده البنجر. وطبعا عندي البرطمان اللي هحط فيه، طبعا جايب برطمان بقى جديد نظيف. واهم حاجه كمعلومه ليكم، البنجر لما تيجي تعمله او اللفت يعني عشان يطلع صح يستحسن يبقى البرطمان نظيف او جديد، بلاش يكون مطرحه مخلل تاني. يلا بينا نبدا. هبدا بقى اعبي طبعا اللفت بتاعي اللي زي ما قلت لكم خلاص هو متنضف وكله، وكمان نقعته في الملح الخشن لمدة نص ساعة، وبحط عليه البنجر. طبعا اللفت لو انت عايز تعمله بقى اللي هو النوع اللي انت بتشوفه مثلا في المحلات اللي بنسميه المقرمش، ده في سكينه كده بتقطع بيها، بتلاقيها بتقدر تعمل بيها الشكل ده اللي هو الشكل اللي عامل زي الكريسبي ده، او ممكن نسميه اللي هو اللي عامل زي ايه الشيبسي بتاع كرانشي والحاجات دي. التقطيعه دي بتقدر باي سكينه تجيبها، لكن انا قلت اعمله بالتقطيعه العاديه البيتي اللي بنعملها. طبعا اللفت من الحاجات اللي ممكن نقول عليها سهلة سلسة، ما بتاخدش وقت معانا، وقتها مش كبير في انها تستنى عليه عشان تستوي، لانها يمكن اسبوعين بالكتير هتلاقي، او اسبوعين ونص هتلاقيه استوى، لانه خفيف يعني مش حاجة اللي هو تقيلة زي الزيتون او غيره. في حاجات كده تقعد مدة، لكن احنا في اللفت بتقعد يعني المدة بتاعتها مش كبيرة. زي ما انتم شايفين برص كل الكميه اللي عندي. طبعا انا بحاول اجيب برطمان، دي برضو معلومه يعني يكون موازي للكميه اللي انا جايبها. انا جايب 3 كيلو، جايب برطمان ياخد ايه الكميه بتاعتي، وطبعا مع التقطيعه. لو مكتر يبقى هجيب برطمان ايه اكيد اكبر. طبعا ده الشكل اهو اللي بعمله للتقفيله النهائيه للبنجر. هجيلكوا بقى في اللقطة ان انا بحط الشكل النهائي ليه. ودلوقتي زي ما انتم شايفين خلاص رصيت اللفت بتاعي مع البنجر. الوقت محضر زي ما انتم شايفين الشفشة ده حاطط فيه مية ومدوب فيها ملح. هبدأ دلوقتي اصب المية بالملح على اللفت اهو زي ما انتم شايفين كده. ببدأ اصب بحيث انا عايز اقفل الكمية كلها بالمية. طبعا هعمل مية تاني واقفل عشان اقفل الشكل النهائي. هجيلكم بقى في شكل البرطمان وانا مقفله. وده الشكل النهائي لبرطمان مخلل اللفت في البيت، بعد طبعا ما حطيت كمية المية وغطيت زي ما انتم شايفين كل اللفت بالبنجر. قفلت بالغطا قفله محكمه طبعا عشان يقعد بقى المده بتاعته زي ما قلت لكم من اسبوعين بالكتير 3، وتبدا تاكل وبالهنا والشفا. ويا رب دايما اكلاتنا ووصفاتنا تعجبكم، وان شاء الله لسه هعمل لكم كمان مخلل الليمون ان شاء الله. واشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.